السلام عليكم متابعي القناة، نتمنى انكم تكونوا في احسن الاحوال. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشارك معكم وصفة جد مميزة وسهلة وسريعة التحضير، واللي هي عبارة عن تاكوس شاورما. وصفة لذيذة بزاف كتجمع لينا بين اللذة ديال التاكوس وديال الشاورما. بلا ما نطول عليكم نخليكم مع التفاصيل في بقية الفيديو. بسم الله على بركة الله. اول حاجه نبداو بها هي صلصه الجبن. عندي هنا 4 ديال الحبات ديال الجبن مربعات، شويه ديال لا كريم فريش، غادي نزيد القليل من الحليب، واحد النغيزه ديال الملحه، شويه ديال البزار. غنخلط هاد المكونات مع بعضياتهم مزيان. غادي نبدا كنخلط في المكونات فوق من العافيه، ما تكونش العافيه مجهده طبعا، حتى كنحسوا بهذا الفرماج تحل وتطلق مزيان في هذا الحليب. لاحظوا معايا كيف تطلق هذاك الجبن في الحليب ملي دفى داك الحليب مزيان. دابا غادي نزيد شويه ديال درت انا هاد مستحضر البيشاميل، طلقته في شويه ديال الحليب بارد وغنزيدو. هذه كتبقى اختياريه، يعني انا غير بغيت تجيني واحد لا تيكستور شويه ثقيله. طبعا يمكن لكم تستغناو عليه في حاله ما كانش متوفر اولا ما بغيتوش ديروا. وكنزيد كذلك جبن محكوك، النوعيه اللي كتفضلوا ممكن تخلطوا. انا هنا مستعمله موتزاريلا، توفر عندكم ادام، شيدار، غودا، مهم على حساب شنو موجود عندكم وشنو نتوما كتفضلوا. ضروري من هذا الجبن باش كيعطينا التعليكه لاصوص فروماجير ديالنا، يعني هذا الجبن هو كلشي في لاصوص. غادي نبقى كنحرك حتى كيذوب لي هذا الفرماج مزيان، وكنحس بلاصوص ديالي ولات منسجمه وبدات كتعقد شي شويه. صافي ديك الساعه كنطفيو عليها. صافي هنا لاصوص فروماجير ديالي واجده. دابا غادي نطفي عليها ونمشيو نحضروا الطاكوس ديالنا. على بركه الله نبداو نعمروا الطاكوس ديالنا. طبعا غنحتاجوا الخبز ديال الطاكوس، انا هذا استعملت الجاهز. الا بغيتو تصاوبوه في الدار سبق لي، يعني كاع في البدايه ديال القناه صاوبته معكم، انا نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف. غادي نحتاج فريت، لاصوص الجيريان اولا اي صلصه كتفضلوها، ممكن ساموراي، اي صلصه كتفضلوها. درت هنا انا شويه ديال الكورنيشه حيت الذوق ديالها كيتماشى مزيان مع الشاورما. عندي هنا شاورما ديال الدجاج، حتى هي مؤخرا شاركتها معكم في القناه طريقه التحضير ديالها، نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف. عندي هنا صلصه الطحينه اللي كتكون مصاوبه بالهذا بجنجلان، حتى هي سبق لي صاوبتها معكم في القناه، نخلي لكم رابط الوصفه. وعندي هنا جبن ديال الساندويتش ولا صوص فروماجير اللي يلاه صاوبناه. اذا غادي في الاول نديرو شويه من لاصوص الجيريان وغادي نوزعوها فوق من الخبز جيدا. لاصوص الجيريان حتى هي سبق لي شاركتها معكم كاع في بدايات القناه، فاللي بغى يوجدها في الدار انا نخلي لكم روابط كلها اللي غتحتاجوها، غنخليها لكم في صندوق الوصف. غادي ندير شويه من الشاورما، نحاولوا اننا نقادوها على شكل مستطيل، يعني على الشكل ديال الطاكوس تجينا سهله من بعد نجمعوها. غادي ندير القليل من صلصه الطحينه كيتواتى الذوق ديالها مزيان مع الشاورما. شويه ديال الكورنيشه كيعطي واحد الذوق محمض زوين، وشويه ديال التعليكه بهاد لاصوص فروماجير. غنديروا بطاطا ونحاولوا نحطوها بحال هكا مقاده باش كتسهل علينا من بعد نجمعوا الطاكوس.
صافي. اذا هذا القياس كافي. غادي نزيد مازال شويه ديال لاصوص فروماجير، حيت اللذه ديال الطاكوس كلها في لي صوص، وشويه ديال لاصوص الجيريان. واخر مكون هو هاد شرائح الجبن، كنزيدوهم من الفوق بحال هكا. صافي دابا غنمشيو نجمعوا هاد الطاكوس ديالنا. كنبداو بهاد الجناب، كنجمعوهم بحال هكا، وكنجمعوا الجانب الاول، كنلف بحال هكا. صافي اذا بحال هكا كنجمع الطاكوس ديالي، كنسدو مزيان. ملي كنسالي تشكيل الطاكوس كنديرهم في الاله ديال البانيني، وكنسد عليهم، كنخليهم حتى كيتحمروا مزيان من الجانبين معا. كان هذا هو الشكل النهائي ديال الطاكوس ديالنا بعد ما تحمر مزيان. انا قطعته لكم تشوفوه من الداخل كيف كيجي، رائع جدا جدا. والمذاق ديال الشاورما عطاه واحد اللمسه جد مميزه. نتمنى انكم تجربوه، غيولي ادمان عندكم. انا متاكده غيعجبكم بزاف لا نتوما ولا وليداتكم. نتمنى الوصفه والفيديو ديال اليوم يكونوا نالوا الاعجاب ديالكم. الى عجبكم ما تبخلوش عليا بتشجيع، تعليق، لايك، بارطاج ديال لا فيديو. الناس اللي كيشوفوا القناه لاول مره مرحبا بكم، اشتركوا وفعلوا الجرس باش دائما توصلوا بالجديد. شكرا على المشاهده، نتلاقاو مره اخرى ان شاء الله في فيديو اخر ومع شهوه واحده اخرى.